كتير من العملاء مهتمين جدا ان هم يشتروا شقة لاولادهم او ليهم او بنت هاوس او دوبلكس في منطقة التجمع الخامس. فطبعا لما يكون عندي مشروع نازل باسعار افتتاحية وباسعار مميزة جدا في لوكيشن قوي جدا في قلب منطقة الجولدن سكوير التجمع الخامس، الاسعار فيها وصلت لارقام كبيرة جدا. فلما يبقى مطور زي شركة سكاي ابو ظبي، مطور اماراتي، الاونر يبقى الشيخ صالح العمري، طبعا بسابقة اعمال كبيرة جدا في دولة الامارات، وهو يبقى صاحب مجموعة دايموند. لما ينزل مصر نزل بكومباوند في العاصمة الادارية سولد اوت بالكامل في منطقة الار 8، وده يبقى المشروع الثاني ليه في منطقة التجمع الخامس في الجولدن سكوير بجوار النادي الاهلي، امام ليان صبور، امام فيليت سودك، امام في جي كي، قريب جدا من محور بن زايد ومحطة المونوريل. جنب منك كل النوادي، جنب منك كل الكومباوندز اللي اسعارها النهارده احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا، والمنطقه دي ساكنه وخدماتها موجوده، هي جاهزه على السكن على طول. المفروض ان المشروع لشركه سكاي ابو ظبي اسمه بلو تري، ان شاء الله هيبقى التسليم بتاعه في خلال 4 سنين. نقدر نعمل استمارة حجز ب50,000 جنيه. التسكين ان شاء الله هيبقى في خلال اسبوع او 10 ايام من النهارده. زي ما حضراتكم شايفين الكومباوند على مساحة 50 فدان. عندي هنا يبقى النادي الاهلي سور في سور، وهنا كده بالظبط احنا بنتكلم في مسافة ما بينك وما بين محور بن زايد حوالي 100 متر. قدام منك ده شارع عرضه احنا بنتكلم في حوالي 75 متر. قدام منك ليان صبور في جي كي، دي كومباوندز ساكنة. الأسعار طبعا في المنطقة دي غالية جدا، الشركة نازلة بأسعار افتتاحية. نتكلم في سعر متر متوسط 35,000 وبيسلم نص تشطيب. المساحات عندي للغرفتين بنتكلم من اول 115 متر وبتوصل معايا لحد 130 متر، والثلاث غرف بنتكلم من اول 145 متر وبتوصل معايا لحد 190 متر. وعندي طبعا في بعض اليونتس هتبقى بنت هاوس او دوبلكس. يقدر العميل انه يقسط بنظام سداد مقدم 10% والباقي ايكوال انستولمنت على 8 سنين اقساط متساويه. المنطقه دي ما فيهاش 8 سنين اقساط متساويه. طبعا الشركه لاول فتره في فتره اللونش عامله الكلاب هاوس فور فري، وعامله سعر السلوت الواحد للباركينج 180,000. المشروع على مساحه 50 فدان. لو خدت بال حضرتك هتلاقي ان في مساحه حوالي 42,000 متر، يعني حوالي 10 فدان، عباره عن مناطق جرينري مفتوحه من قلب العمارات، بحيث ان الشقق تبقى عندي الفيو مميز واكثر تميز. يعني ما يكونش يونتس معينه هي اللي متميزه او ليها فيو. شركه اللي عامله الديزاين والماستر بلان تبقى شركه جي زد ام كي، ودي طبعا من الشركات المميزه جدا اللي موجوده في امريكا وليها سابقه اعمال طبعا رهيبه. عاملين الكلاب هاوس الخاص بمراسي في الساحل الشمالي، عاملين منطقه الداون تاون اللي في كومباوند ميفيدا التابع لشركه اعمار، عاملين زون كامله في كارمل كومباوند الخاص بسودك. فطبعا الشركه دي بتتعامل مع البيج نيمز، فالشركه طبعا هي اللي مصممه الديزاين ده، وهي اللي عامله الديزاين اللي حضرتك شايفه قدامك، وهي اللي عامله الماستر بلان الخاص بالكومباوند. تاني حاجه شركه سكاي ابو ظبي اللي هيعمل اللاندسكيب ده كله، لان ده مساحه كبيره، احنا بنتكلم في 10 فدان من ال50 فدان، فهو تنازل عن مساحه كبيره عشان يقدر يقدم كواليتي عالي قوي يبقى خاص بالكومباوند بتاعه. اللي عامل اللاندسكيب دي تبقى شركه اوكو بلان، ودي طبعا من الشركات القويه جدا جدا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، اللي بتعمل لاندسكيب ووتر فيتشرز، وطبعا سابقه اعمالها طبعا رهيبه يعني. المساحات زي ما قلت لحضراتكم من اول 115 متر معانا بقى لحد 200 متر 150 متر. الاسعار ايه؟ متوسط سعر المتر بنتكلم في 35,000 37,000.
لو انا اشتريت في كومباوند بيقدم كواليتي عالي هفضل مبسوط دايما. انما لو اشتريت في كومباوند ما بيقدمش كواليتي عالي او جوده عاليه خاصه بشكل الشوارع، شكل اللاندسكيب، الكلاب هاوس، التسليمات بتاعته، احس ان انا متضايق، وكمان حاجتي سعرها مش هيزيد في منطقه طبعا بيج نيمز هم اللي فيها واسعارها بقى غاليه جدا، قريب جدا من العاصمه، في قلب التجمع الخامس، الجامعه الامريكيه جنبك، محطه المونوريل قدامك توديك لحد 6 اكتوبر. فطبعا مشروع قوي جدا جدا لشركه سكاي ابو ظبي، وقدروا فعلا ان هم ياخدوا 50 فدان من هيئه المجتمعات العمرانيه في منطقه يعني هي ما فيش فيها اصلا طرح سكني لكومباوندز، لان كلها اتباعت بالكامل. اللي مهتم من حضراتكم يقدر يكلمني على رقمي اسفل الفيديو، واعمل دايما سبسكرايب للقناه بتاعتي على اليوتيوب، واهلا بيكم دايما.